محمد صلاح فخر مصر وفخر العرب، شاء من شاء وأبى من أبى. ابننا مو صلاح بيرفض أغلى وأكبر عرض كروي في التاريخ بأكتر من 200 مليون يورو وطيارة خاصة وأسطول سيارات فارهة ونسبة مبيعات وكل طلبات أبو صلاح مجابة، لكن ابننا بيرفض لأن مش كل شيء تمامه الفلوس. طال عمرك حضرتك يعني أنت عندك حلم انك تعمل دوري كبير وتجيب فيه نجوم العالم، وده شرف لينا وده حقك، لكن ابننا برضه عنده حلم، والحلم بتاع مو صلاح واقف وراه الشعب المصري. 100 مليون مصري بيدعوا لمحمد صلاح، 100 مليون مصري عايزينه يرجع بالكرة الذهبية وبأفضل لاعب في العالم، ومو صلاح قادر ان هو يعملها. محمد صلاح بس مش فخر العرب علشان اللي بيقدمه في اوروبا وعلشان مكسر الدنيا وكل يوم بيعمل رقم قياسي جديد باسم مصر وباسم افريقيا وباسم العرب. محمد صلاح افضل سفير لبلده ولدينه. يكفي اقول لك ان محمد صلاح غير فكره الاجانب والغرب عن الاسلام. بيسالوا نفسهم ازاي بتقولوا عن المسلمين ان هم ارهابيين وعندنا شاب بالاخلاق وبالجمال اللي احنا شايفينه دوت، لا عمرنا سمعنا عنه ان هو بيشرب ولا مصاحب ولا بيعمل اي حاجه غير انه مركز في شغله بس. في ناس دخلت الاسلام عشان خاطر اخلاق محمد صلاح من غير ما يقول حي على الجهاد. مو صلاح هو افضل سفير للاسلام، افضل سفير لبلده. شرف لينا كمصريين ان احنا نعاصر محمد صلاح. ربنا يكفيك شر العين، ربنا يكفيك شر الاصابات. وكلمه قالها الدكتور احمد زويل، الفرق بين العرب وبين الغرب مش ان الغرب اذكياء والعرب اغبياء، الفرق ان الغرب بيتنوهم بيدعموا الفاشل لما ينجح، انما احنا كعرب بنتنينا ورا الناجح لما يفشل نجيبه تحت. فمحمد صلاح عنده المينتاليتي وعنده العقليه المحترفه اللي يقدر يعني يدير بها اموره. ويعني يمكن محمد صلاح لما قال كلمه المينتاليتي في ناس علقت يعني محمد صلاح بيتكلم انجليزي يعني اللي فيكم بيروح اسكندريه يقعد اسبوع بيرجع تاني بقى بيته او بلده بيقول جني وبيقول فلافل وبيقول على الامه يعني ولا كانه اسكندراني رغم انه قعد اسبوع مصيف. مش عايز محمد صلاح اللي يعني عايز اقول لك ان العالم او كتير من الغرب يعرفوا عن مصر الاهرامات ومحمد صلاح، ما لا يعرفوا، ما يمكن ما يعرفوش حاجه ثانيه عن مصر. زي ما حضرتك كده تعرف ميسي وتعرف رونالدو ومارادونا وما تعرفش اسم حتى رئيس الدوله او الملك بتاع البلد دي. فمو صلاح يعني فخر لينا، مو صلاح حاجه مشرفه لينا، الشرف ان احنا يعني مو صلاح يعني موجود بينا وربنا يعني يبعد عنه العين. موقف محمد صلاح بيفكرني ست مصرية برضو من الغربية وست ريفية بسيطة اللي عندها ولدين شغالين في السعودية، تحصل مشاجرة وبيتقتل ابنها وبيتصاب ابنها الصغير، وبيجي الأهل القاتل وبييجوا يتفاوضوا على دم القتيل، وبيبعتوا يعني اكبر الرجال الموجودين في القريه سواء كان يعني بشكل يعني رسمي او غير رسمي يعني يتفاوضوا على دم القتيل. بداوا بمليون، ب3 مليون، ب5 مليون، ب10 مليون، وكل مره كانت الست دي بتطرد الناس اللي جايه تتفاوض على دم ابنها لحد ما اهل القاتل خلاص عرضوا 50 مليون جنيه. برضو الست بترفض وبيجي لها ناس تانيين، ناس زي ما قلنا يعني ذو مناصب وناس يعني من كبار القرية، وبرضو الست دي كلامها واحد، اللي قتل ابني عامد متعمد قاصد لازم يموت، احنا ما بنقبلش فلوس في دم ابننا، لحد ما وصل المبلغ ل100 مليون جنيه مصري. وهنا على مضض بيوافق الاب وبيوافق الاخ الاكبر وبيقولوا للام يعني عندك بدل اللي مات يعني 1 و2، والموضوع فات عليه سنتين. وهنا بتقوم الست المصريه تدور على الشبشب بتاعها وبيجروا الناس اللي كانوا موجودين يعني خايفين من بطش الام الريفيه اللي رفضت 100 مليون جنيه في دم ابنها وقالت ولا كنوز الدنيا كلها تعوضنا عن ابني اللي قتل ابني، لازم يموت ومش كل حاجه تمامها الفلوس. طال عمرك.